يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم منين ما كنتوا عم تتابعوني في فيديو جديد ووصفة جديدة، ورح نشرب قهوة مع بعض ونبلش. اليوم رح نعمل مع بعض أطيب كبة مقلية، كبة بالدجاج. رح نعملها مع بعض بطريقة سهلة وإن شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم. ومعي كيلو برغل ناعم، ونص كيلو دجاج مفروم ناعم، وبصل كبيرة، وقشر ليمون، وفلفل أسود، وزنجبيل. وللحشوة كيلو لحمة وبصلة مفرومة ناعم، ومعلقة كبيرة من السماق. وللمي اللي بدنا نستخدمها معلقة كبيرة نشا. وبالبداية رح انقع البرغل، حطيت عليه كوب مي فاترة. ورح نجهز للحشوة سوا. حطيت السمنة ونزلت عليها البصلة وحطيت ملح وعم نقلبهم ليدبلوا. هيك نزلت اللحمة وعم نقلبها لحتى تنشف مية اللحمة منيح. حطيت عليها معلقة الفلفل الصغيرة ومعلقة البهار المشكل. وبعد ما استوت اللحمة حطيت عليها السماق معلقة كبيرة. كتير رح يعطي طعمة طيبة وبيعطي حموضة كتير طيبة للي بيحب الكبة تكون حامضة أو بيحبها بدبس رمان. أنا بحبها من جوا حط فيها سماق، كتير بتعطي طعم مميز وطيب وبتمنى تجربوها. بعد ما تركنا البرغل نص ساعة نزلت عليه البهارات، وهلأ عم اخد واترم منهم ورح نترمن دورين. وهلأ هيك بعد ما ترمتن عم حط الملح، وهلأ رح نعجنن منيح كتير مشان نبدأ فيهم. أنا رح أجهز سائل، هو كاسة مي، عبارة عن كاسة مي ومعلقة نشا كبيرة وورق نعناع أخضر. كتير بتسحب الزنخة وبتعطي تماسك للكبة وبتعطيكن كتير شكلها حلو وأملس بعد القلي. مثل ما شايفين عم بل ايدي نقطة مي وأعملن كرات لحتى نجهز الكبة. وهلأ هيك رح خلص الكرات. بلشنا بأول وحدة، بناخد كرة وبنبلش نفتحها باستخدام الإصبع، وتبلوا ايدكم كل شوي بالسائل اللي عملناه لحتى تاخدوا نتيجة أفضل نتيجة. وبتحاولوا ترقوها منيح لحتى تطلع معاكم الكبة رقيقة. هيك رح نعبيها من الحشوة. وفيكن مع الحشوة تحطوا حب رمان أو مكسرات، هذا ذوق شخصي. ورح نسكرها هيك، بنحاول نزم الأطراف كلها ونسكرها بشكل منيح حتى ما تفتح معانا. ورح نبل طرف الإيد من السائل اللي عملناه ونكمل تمسيد الكبة لحتى تطلع ملسة كتير معانا ونزبطها. وهي هيك أول واحد. ورح ناخد التاني كمان نحاول نفتحه ونرقه منيح. سهل كتير، بس إنه يعني الواحد ما يستصعب على حاله ويحاول يجرب. للي ما بيعرفوا يبلشوا فيها هيك بشكل بسيط، كتير سهلة. مرة على مرة بتصير أسهل. هيك مثل ما شايفين من قلبها كتير طيبة وكتير مميزة هالكبة، وأغلبية المطاعم بتعملها بجاج. وفيكن تجهزوها كمان وتفرزوها مثل ما هي، بس تخلصوها فرزوها. ولما بدكن تطالعوها تقلوها طالعوها وهي متلجة ويكون الزيت حامي كتير، مسحوها من التلج ونزلوها بالزيت حامي وغزير، بتاخدوا أفضل نتيجة وما بتشقق أبدا ولا بتفتح بالقلي. وهلأ رح نقليهم. طبعا الزيت حامي وغزير، وحاولوا لما تنزلوا ما تنزلوا دفعة كبيرة. حاولوا تكون الكمية قليلة وقت تقلوا، كل دفعة صغيرة لحالها أحسن لحتى تاخدوا نتيجة أفضل. وبتمنى تحطوا السماق بالحشوة مع اللحمة، كتير رح يعطيكم نتيجة رائعة. وهي هيك كانت وصفتنا اليوم. لا تنسوا اللايك والاشتراك، وبشوفكن في فيديو جديد. استودعتكن الرحمن. شو هاي؟ يسلم ايديك على الكبة، بتنهدى لملوك. اللحام كتير متوصي بالهبرة اللي جبتها، مشان هيك طلعت الكبة طيبة. شو دخل الهبرة والضرب على اللي يشتغل الكبة؟ الله يسلم دياتك يا عمو.